هاي هاكرز، ودلوقتي زي ما شرحنا الفيديو اللي فات الكلام النظري، دلوقتي هنشرح الكلام التقني. وبكره باذن الله هنحل كل لابات بورت سويجر، وممكن نفوت فكرتين تلاته كده نشوفهم ان هم ما بقوش موجودين يعتبر، بس ممكن اشوف برضك ممكن احلهم يعني، فما فيش حاجه مضمونه، فنسيبها على الله دلوقتي. تعالى بس نبتدي باذن الله في الشغل بتاعنا. ايه هو الشغل بتاعنا عموما؟ ثانيه واحده. ايه هو الشغل بتاعنا النهارده؟ هو الكلام التقني للصقر. ايه هو اول حاجه في الكلام التقني؟ طبعا زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان اول نوع شرحناه هو ان انت بتعلي صلاحياتك من اليوزر للادمن. طب ده بيحصل ازاي؟ تعالوا كده نجيب نود جديده. اول فكره عندنا، اول حاجه اللي انت بتكتب في المسارات ادمن، بنكتب مثلا ادمن. طب ايه تاني ممكن نكون بنكتبه؟ ادمنستريتور. طب ايه تاني ممكن نكون بنكتبه؟ مثلا ادمن بانل. انا عايزك تطبع البي دي اف اللي معاك ده وتكتب فيه الحاجات دي، لان انا مش كاتبها عشان انت تكتبها. في ادمن بانل. ايه تاني؟ هقول لك مره في ثغره اكتشفتها وبرضك موجوده على بورت سويجر، يعني افكار بورت سويجر غريبه انها بتتكرر معايا كتير، معرفش ليه. ان انا دخلت كتبت في مسار الموقع روبوت بوينت تي اكس تي. هتقولي ده مسؤول عن ايه؟ الملف ده يا معلم يعتبر بيديك شويه صلاحيات، يعني هو المسؤول عن الصلاحيات اللي فيه الصلاحيات بتاعه الموقع. فانا لما دخلت عليه طبعا هو اسمه ايه، قال لي نوت الاود وبتاع، فانا رحت شايف ايه؟ رحت شايف الامباكت بتاع الصفحه. طلع مكتوب في الامباكت بتاع الصفحه، ونفس الفكره، هو نفس الفكره تيبيكال اللي اتطبقت معايا. مكتوب في الامباكت بتاع الصفحه ايه؟ مكتوب في الامباكت بتاع الصفحه اللي هو كود بجافا سكريبت معمول في اف، بيقول لك ان هو لو ادمنستريتور هيكتب له ايه؟ هيكتب له حاجه معينه ليها علاقه بالادمن عشان يوديه على مسار الادمن. فعرفت المسار بتاع الادمن ودخلت بتاع المسار بتاع الادمن. كان مسار الادمن تقريبا كان ساعتها ادمن، كان كده تقريبا، والله ما فاكر، كان تقريبا 3 مش كان كده. فدخلت على المسار وكده خدت صلاحيات الادمن. تمام. ودي كده اللي هي تعليق الصلاحيات. استنى بفكر لو في حاجه تانية. صح، في اخر فكره معانا. في حاجه اسمها في المواقع اسمها رول اي دي. ايه هو الرول اي دي؟ الرول اي دي ده هو لو ساوى 1 انت يوزر عادي، بس لو ساوى 2 انت لا، انت كده ادمن. فهمت الفكره؟ بيبقى موجود لما توقف الطلب في اللوجن. لما توقف الطلب في اللوجن بيبقى في حاجه مكتوبه تحت كده اسمها رول اي دي. رول اي دي ده انت لما تشوفه هتعمل ايه؟ هتعلي من 1 ل2. ليه؟ عشان تاخد صلاحيات الادمن. وكده انت خدت صلاحيات الادمن، وموجود على فكره كتير هتقابلها يعني. تمام. احنا كده شرحنا اول فكره، احنا كده يعتبر فرمناها. وفي افكار تانية ليها؟ لا، ما اعتقدش. اعتقد كده احنا فرمنا الفكره دي. في تقريبا بس فكره او فكرتين بربطها مع ثغره انفورميشن ديسكلوجر، فانا هشرحها لكم بس لما نشرح باذن الله انفورميشن ديسكلوجر. يعني انت هتلاقيني لما شرحت دي وشرحت دي بعد كده هضيف معاها الثغره دي. فهمت الفكره؟ تمام، اتمنى تكون فاهم. ايه النوع التاني اللي احنا شرحناه؟ اللي انت تاخد حاجات، انا سايب لك نوت عشان تبقى شايف وعارف دوا، عشان كمان تبقى منظم نفسك. ايه هو النوع التاني؟ شايف باستفاضه ولغه عربيه جميله اهو. النوع التاني يا معلم اللي انت تاخد وتعرف معلومات مش من حقك تعرفها. زي ايه؟ زي مثلا لو لقيت اي دي يساوي 1. تمام. طب ايه هو الاي دي يساوي 1 ده؟ لو مثلا انت الاي دي بتاعك يساوي 1، فانا جاي كاتب الاي دي 3، فراح مدخلني على صلاحيات حد تاني. تمام. طبعا ده احنا قلناه في الفيديو اللي فات. حلو. طب الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان انت ممكن مثلا تلاقي اسمك، تكتب اسمك تقوم كاتب اسم حد تاني، نفس الكلام بالظبط. تجرب في الباراميتر، ممكن ما ينفعش في الباراميتر، بس ممكن لما توقف الطلب في بيرب سويت يمشي. ممكن يمشي في كذا حاجه. ايه كمان؟ ممكن يكون الاسم زائد الباراميتر، اليوزر نيم زائد الاي دي بتاعك. فاهم الفكره؟ فانت بتحاول تمشي نيتك صح. وفي حاجه تانية بتبقى ايه؟ بتبقى في الكوكي مثلا. طبعا ما ينفعش لو مثلا انا خدت الكوكي، لو ما ينفعش مثلا اللي هو حد في حاجه عموما موجوده في الثغره دي اسمها ايه؟ بتبقى موجوده اسمها اي دي، وبيديك اي دي مخصوص غير الاي دي بتاع الموقع اللي هو بيبقى فوق. تمام. طب الاي دي ده لو انا خدته كوبي ورحت واخد الاي دي بتاع الموقع اللي فوق وحطيتهم في الموقع بتاعي، مش صح ان هو يدخلني عموما على الشخص التاني، ده مش صح. وكده بيبقى فيه مشكله، وكده تبقى موجوده الثغره.
فدي فكره كمان عايزك تعرفها. ايه كمان؟ ثانيه واحده. صح، زي ما قلت لك عايزك عموما تجمع مسارات كتير جدا، لان اغلب الحاجات، اغلب الثغره دي بتبقى موجوده عموما في المسارات كتيره، لان ممكن يكون تحقق الثغره في مسار معين غير تحققها في مسار تاني. فانت لازم تكون مهتم اللي انت بعمليه تجميع المسارات. مش عارف انا شرحت لك مجموعه حكايه تجميع المسارات دي ولا لا، بس احنا بنعملها باداه صف، ونكتب مثلا الموقع، نكتب مثلا سالب دبليو، ونختار مسار الورد ليست. يعني ايه مسار الورد ليست؟ وورد ليست عموما بيبقى فيها المسارات اللي هي ممكن تكون موجوده في اي موقع، ونحط هنا المسار بتاعها. يعني مثلا ده طبعا في لينكس، في التيرمينال بتاع لينكس، ونكتب مثلا المسار الفلاني. تمام. نكتب الموقع بتاعنا، يعني مثلا https، لو كتبنا كده example .com. تمام. ايه تاني؟ احنا بقى هنشيل دي ونقوم عاملين ايه؟ هنقوم حاطين هنا، لا بس لازم تكون حروف كابيتال. ثانيه واحده. تمام. هو كده الموقع عرف، بس انت لازم تختار الورد ليست المعينه اللي هي خاصه بحكايه المسارات، ان هو يتوقع لك المسارات. تمام. هيجيب لك بقى ايه، وتقوم حاطط فلتر سالب اف دي يعني ايه؟ يعني فلتر. انت بتفلتر فلتر مثلا، يا اما تفلتر 403 فلتر 403 يعني انت هتشيل اي حاجه هتديك ايرور، بدل اديتك ايرور يبقى المسار ده مش موجود في الموقع، ويجيب لك بقى كل الحاجات ال 200 وال 302 والحاجات دي اللي هي المسارات الموجوده في الموقع. حلو. طب لما يجيب لك المسارات دي هتعمل فيها ايه؟ هقول لك. انا عايزك بعد مثلا لو ما يجيب لك مسار مثلا اسمه، لو جاب لك اي مسار مثلا اسمه يوزرز، فلنفترض انا عايزك تطبق عمليه الفصل مره ثانيه. يعني ايه اطبق عمليه الفصل مره ثانيه؟ هتستخدم نفس الامر هو ويطلع لك طبعا النتيجه الاولى. هتحط النتيجه الاولى، تقوم جاي هنا جنبها تقوم حاطط الفصل بتاعتك مره ثانيه. ليه؟ هقول لك لان الموضوع ده مهم جدا وبيكتشف ثغرات كتيره جدا، واغلب الثغرات اللي ممكن تكتشفها يكون في الموضوع ده مسار اكتشفته جوه مسار، لان انت طبعا مش هتكتشف اول مسار كده مره واحده، لا. فانا عايزك الفكره دي تكون في دماغك وتكتبها في الورق اللي انا طبعه لك. تمام كده. احنا قلنا الفلتره 403. تمام. عايزك برضه تبقى تكتب الكود ده عندك. فاهم الفكره؟ انا سايب لك مساحه فاضيه عشان تعرف تكتب الكود ده عندك في الليكويد او وانت بتلخص في سكتش. تمام. ايه تاني؟ والله اعتقد احنا يعني كده فرتكنا الفكره الثانيه عموما. وبرضك هي دي ليها ارتباط بانفورميشن ديسكلوجر عموما، لان بيبقى فيه نوع من التسريبات في جافا سكريبت عموما، فانت ممكن تحلها بده. يعني فاهم، بتاخد التسريبات بتاع جافا سكريبت. يعني هقول لك مثلا مره اكتشفت ثغره كانت ايه، كانت عموما بتسجيل الدخول. صح، افتكرت فكره ثانيه بس هقولها لك بعد الفكره اللي قلتها دلوقتي. مره اكتشفت ثغره كانت عموما بتسجيل الدخول بتاع الادمن، تسجيل الدخول بتاع اليوزر. كانوا حاطين ان اي يوزر يسجل مثلا بالجيميل العادي اللي هو جيميل .com. تمام. طلع بقى ان هم مخلين الادمن يسجل بايه؟ مثلا طبعا انت بتكتب كده، حط هنا اي يوزر، هو بقى عاملين كده CAMGA، مخلين ان هنا الادمن لازم الادمن يكون كده. فانا رحت عامل ايه؟ رحت مغير ده لده، فكده بقى معايا صلاحيات الادمن واي حد شغال في الشركه. طب الحكايه دي عرفتها منين؟ عرفتها بالانفورميشن ديسكلوجر. يعني ايه انفورميشن ديسكلوجر؟ الثغره اللي هي هشرحها لكم. الثغره دي هي ثغره بسيطه جدا وعبيطه جدا، يعني تشرح في 5 دقايق حرفيا. الثغره دي عموما بتشرح لكم ايه؟ بتشرح لكم عموما اللي هو مثلا لو جافا سكريبت طلعت تسريب. يعني مثلا اقول لك على حاجه، افرض انت عندك بارامتر مثلا في موقع، اسمه مثلا اي دي. رحت انا جاي في الاي دي رحت مثلا كاتب اي حاجه، فهنا طلع لي غلطات ايه؟ ان هو كتب لي مثلا الفيرجن ايه، التطبيق ده ايه، معمول من ايه، مستخدم فيه PHP ولا لا، مستخدم فيه XML ولا لا. فالفكره في كده ان انفورميشن ديسكلوجر هتطلع لك بيانات مش المفروض ان هي تعرضها لك، هي ناتجه عن ان برمجه الموقع ما كانتش كويسه. فهمت الفكره؟ هي دي انفورميشن ديسكلوجر، هي الفكره كلها في كده. وظهرت لي انفورميشن ديسكلوجر بعد ما انا عملت فاز على المسارات، ده اول حاجه. وثاني حاجه رحت عامل فاز مره ثانيه على المسارات مره ثانيه. طب ثالث حاجه نهيت بايه؟ نهيت بالفكره دي اللي انا عملت دي
والحمد لله الثغره اتقبلت يعني، بس ما ادونيش عليها باونتي مش عارف ليه، واسمها دي مع ان المفروض هي ثغره مهمه يعني، بس ما ادوش عليها باونتي وعملوها دبل كيت. دبل كيت يعني ماشي، مشي حالك. حاسس ان هي لو مش دبل كيت هنصدقهم يعني، ما علينا. احنا هنا يا معلم وصلنا لكده. تمام. ايه الثغره الثانيه اللي كنت عايز اقول لك عليها؟ الثغره الثانيه الصح. بص يا معلم، افرض انت عايز تسجل باسم يوزر، عايز تسجل باسم يوزر نيم مثلا وانت مش معاك الباسورد، هتوقف الطلب ببيرب سويت وتقوم ماسح حكايه الباسورد. طب لما يعني مثلا انت عندك مثلا عندك نيم، تحط مثلا كده، وتقوم مثلا هي جايه لك هي الطلب، لما توقفه في بيرب سويت وانت تشوف الطلب هتلاقيه مكتوب كده، وبعد كده باسورد. تمام. تكتب اي حاجه في الباسورد. تمام. وتقوم موقف الطلب ده. طب توقف الطلب وتعمل ايه؟ تقوم ماسح خانه الباسورد. ممكن يقبلها. هي الحكايه دي هتفهمها اكتر عموما. حكايه مسح الباسورد دي هي بتبقى فيها سيكه برضك من اس كيو ال انجكشن. لما تحط مثلا هنا حاجه معينه، لسه ما شرحناش صارت اس كيو ال انجكشن بس هنشرحها يعني باذن الله، فمش هشرح لك دلوقتي، بس بلاش الفكره دي دلوقتي عشان ما تتوهش مني. المهم بس تكون ركزت وكتبت كل الافكار اللي انا قلتها لك دلوقتي. تمام. كده بقى لنا ايه تاني؟ اكتب طبعا في النوت، انا سايب لك مكان تكتب فيه. تمام. النوع الثالث من الثغره اللي هو تتخطى حاجه معينه. بصراحه دي هو انا عارف افكارها بس ما شفتهاش ولا مره بصراحه، ولما بقرا عليها ريبورتس لقيت ان الريبورتس بتاعتها من 2021 2019 2020، فانت ممكن ما تلاقيهاش خلاص لان هي عموما ما بقتش موجوده، لان يعتبر هي اتسمت بالبيزنس لوجيك عموما، ما بقتش موجوده النقطه دي فيها. وخد بالك هي برضك يعني يعتبر الفكره الثالثه دي شبه الفكره اللي انا قلتها لك، اللي هي ايه؟ اللي انت لما تكون مدخل يوزر نيم وباسورد تقوم ماسح خانه الباسورد وتبعت اليوزر نيم لوحده. ممكن يقبله، ممكن يديك، عارف لو ما قبلوش ممكن على الاقل يديك ايه؟ ممكن تلاقيه اداك الكوكي عموما بتاعت اليوزر نيم اللي انت دخله، فتاخد الكوكي تحطها في المتصفح بتاعك انت كده في الاكونت بتاع الشخص اللي انت سرقته، وكده طبعا دي تؤدي الاكونت اوفر والباونتي بتاعتها تبقى محترمه يعني. فاهم الفكره؟ ثانيه واحده. فاحنا كده اعتقد ان احنا كده شرحنا كل حاجه، احنا فرقنا ثغره الايدور عموما. كده بقى لنا ايه؟ حل لباك بورت سويبر. تمام. وممكن نقرا ريبورتات وممكن لا، لو لقيت الريبورتات مش هتفيدك ولا تزيدك. تمام. طب كده ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا فكرتين من هاك ذا بوكس هشرحهم لك، بس هم مخلوطين مع زي ما قلت لك مع انفورميشن ديسكلوجر، فانا هستنى الوقت المناسب اللي اشرح لك فيه انفورميشن ديسكلوجر. ممكن لو انا كملت الكميه اللي انا عايز اديها لك الاسبوع دوت، كملتها وخلصتها باذن الله، وخلصت السيرت اكس اس اس باذن الله، لانها ناوي اخلصها الاسبوع ده باذن الله، واخلص اللابات بتاعتها وكل الافكار بتاعتها، فاديك بقى اللي هو انفورميشن ديسكلوجر دي، احل لك اجيب لك الافكار بتاعتها كلها يعني، وتفهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام. الدنيا الاسبوع ده هيبقى مضغوط معاك شويه، لان انا عايز انزل لك كميه كبيره، لان كان الاسبوع اللي فات بروجكتات وكده، فانا مش عايزك تنام مني شويه، فاجتهد معايا وباذن الله ربنا يوفقك. الحمد لله احنا كده خلصنا الثغره، فاضل لنا اللي هو حل اللابات، وباذن الله ده بكره هنحله باذن الله. كان معاك اخوك المهندس محمد مصطفى، بالتوفيق يا رب.